برج الثور يا برج الثور، حلم مرعب. لو بتحلم بيه خلي بالك، دي رسالة مخيفة جدا ليك. للأسف الحلم ده لو بيجي لأصحاب برج الثور فدي رسالة ومخيفة جدا، وبتحذرك من حاجات كتير قوي. فتعالى اتفرج على الفيديو ده وقولي بتحلم فعلا بالحلم ده ولا لأ، وشوف الرسالة المخيفة اللي جاية لك بتقولك ايه. وصلوا على النبي في البداية ويلا بينا. ركز معايا يا برج الثور، لو بتحلم الأحلام دي وبتصحيك تعبان أو حاسس إن في حاجة غلط ومش فاهمها، خلي بالك لأن الأحلام الجاية دي مش عادية، دي رسائل مباشرة جاية لك انت مخصوص. أيوة انت مخصوص. فتعالى كده وركز معانا. أول حلم بيجيلك إنك تايه ومش لاقي طريق. لو حلمت إنك مش ماشي ومش عارف توصل طريق طويل أو أماكن شبه بعض، فإيه الرسالة من الحلم ده؟ الرسالة ان انت ثابت زيادة عن اللزوم، متمسك بحاجات انتهت، بس انت مش راضي تعترف ان الحاجات دي انتهت خلاص. وده تحذير ليك، تحذير العند احيانا بيضيعك. فبلاش تضيع نفسك بالعند يا برج الثور، لان العند بجد حرفيا هيضيعك. الحلم التاني بيتك بيتهد او بيتغير. لو انت يا برج الثور حلمت ان بيتك بيقع او بيتغير فجأة، ده معناه الامان اللي معتمد عليه بيتغير، سواء بقى شغل، شخص، وضع. والرسالة هنا بتقولك الاستقرار مش مكان، الاستقرار هو جواك، هو اللي فيك. فحسس نفسك ان انت مستقر عشان تعرف تعيش وتبطل الاحلام اللي توجعك. تالت حلم الفلوس او الذهب بيضيع منك. لو حلمت ان فلوسك ضاعت او حد سرق منك حاجة غالية، المعنى هنا مش خسارة مادية، دي خسارة قيمة او تقدير ذات. فخلي بالك ان انت مدي اكتر ما بتاخد، فساعتها هتحس ان انت خسرت ذاتك، خسرت كرامتك، خسرت حاجات كتير جدا انت كنت بتديها لاشخاص هم ما عملوش بيها. طيب الحلم الرابع حد قريب منك بيبعد. بتحلم ان انت شخص بتحبه بيمشي او بيختفي من غير اي سبب. يا ترى بقى ليه الحلم الفظيع ده؟ وانا هقولك معناه ان انت متعلق بزيادة قوي من الشخص ده، ومحتاج تتعلم ان انت تسيب قبل ما تتكسر. لازم تسيب قبل ما تتكسر يا برج الثور، لانك هتتكسر حرفيا لو ما سبتش الشخص ده. هيفضل يوجع فيك ويكسرك لانك انت بتدي كتير قوي وبتحبه كتير قوي، وللأسف هو مش مقدر ده. طيب الحلم الخامس معانا والاخطر، انك مش قادر تتحرك. بتبقى واقف في الحلم اعزنك او اكنك مشلول، ولا عارف تتحرك ولا عارف تتكلم ولا عارف تتنفس، واقف كده صنم واقف. وده معناه كبير قوي على فكرة يا برج الثور. لو انت بتحس بيه، ده معناه خوفك من التغيير، شدادك من مكانك، من ان روحك عايزة تمشي. حاجة مخيفة جدا. خلي بالك ما تخافش من التغيير، لان دوت بيخلي احلامك تتغير، احلامك تنعكس عليك، احلامك بتوريك ان انت تعبان. فالاحلام دي بتكون رسالة ليك. وعايزة اقولك كمان انك مش قادر تتحرك كده، في حد في حياتك عايز لك شر، فخلي بالك لان هو من اقرب حد في حياتك، وانت دايما نفسه يشوف خوفك. فحاول ان انت تحرص من الناس القريبين ليك. وعايزه اقول لك حاجه كمان يا برج الثور، انت اقوى من اي حاجه، وما تخافش. خليك مطمن، انا عارفه انك بتحب الاطمئنان. وقولي بقى لو حلمت حلم من دول سيب علامه كده في الكومنت. ولو حسيت ان الرساله ليك اعمل شير، يمكن حد محتاج يسمعها دلوقتي. وفي النهايه ربنا يحقق كل احلامكم الحلوه واللي جايبالكم الخير والسعاده والهنا. انتوا بس قولوا يا رب، لان ربنا جميل وكبير، وانتوا تستاهلوا احلى حاجة في الدنيا، وربنا بيحبكم وهيبعد عنكم الشر كله. انتوا قولوا يا رب. انتوا فين؟ خلص الكلام، سلام.